يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وبعولتهن أحق بردهن. هل كلمة بعل هي كلمة زوج بالظبط؟ مفيش فرق بين الاتنين يعني؟ خاصة لأن العلماء قالوا إن مفيش حاجة اسمها ترادف في القرآن. يعني إيه مفيش ترادف؟ يعني مفيش كلمتين بيدوا نفس المعنى بالظبط في القرآن الكريم. لابد إن يبقى فيه فرق بين الكلمتين، فرق دقيق جدا، وده من إعجاز القرآن ومن فنون القرآن الكريم إنك ما تلاقيش كلمتين بيدوا نفس المعنى في القرآن الكريم بالظبط. طيب تعالوا كده بقى نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونشترك في القناة ونشوف هل في فرق بين الاتنين ولا مفيش. العلماء قالوا إن كلمة زوج كما تطلق على الرجل تطلق على المرأة، يعني كلمة زوج بتطلق على الرجل والمرأة. طب دليلك إيه؟ ربنا بيقول في سورة البقرة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا كلمة زوج بتطلق على الاتنين. كلمة بعل أعم من كلمة زوج، لأن كلمة بعل تعني العلو والاستعلاء، كل ما هو عالي يطلق عليه كلمة بعل. يعني سيد المرأة ومالك المرأة يقال له بعل، وهذا لا يطلق على كلمة زوج. طيب في حاجة كمان قالوا عليها إن كلمة زوج تعني المماثلة، لما يكون الزوج والزوجة زي بعض في كل شيء يبقى هنا في مماثلة. طيب إيه دليلك على كده؟ تلاحظ كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، هتلاحظ حاجة وحاجة جميلة جدا. ربنا بيقول: وامرأة نوح وامرأة لوط. ما قالش ايه؟ ما قالش لا بعلها ولا قال زوجها ولا اي شيء، قال وامرأة نوح وامرأة لوط. ولما اتكلم برضو عن امرأة فرعون قال وامرأة فرعون، ما قالش زوجته، ما قالش الكلام ده. ليه؟ قالوا لأن الزوج بيعني المماثلة، كلمة زوج يعني تعني المماثلة. فهنا امرأة فرعون وامرأة لوط وامرأة نوح الثلاثة مش على نفس ملة أزواجهم. يعني امرأة نوح مش على نفس ملته، وامرأة لوط مش على نفس ملته، وامرأة فرعون مش على نفس ملته. فلما ما كانش فيه مماثلة أصبح هنا ما قالش إيه؟ ما قالش كلمة زوج. كمان في حاجة، في لفتة عظيمة كده العلماء قالوا عليها في الفرق بين كلمة زوج وكلمة بعل. قالوا القرآن دايما لما كان بيجي يتكلم عن العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة الحميمة، دايما بيذكر كلمة بعل. وبعولتهن أحق بردهن. لما كان بيتكلم الأول عن الطلاق وجاء اتكلم بقى عن المرأة لما ترجع مع زوجها وتكون مع زوجها ومفيش طلاق او انفصال او مشاكل، فقال ايه؟ وبعولتهن احق بردهن. كمان لما قال: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. فهنا بتلاقي كلمه بعل بتتكلم عن ايه؟ وهذا بعلي شيخا. يبقى كلمه بعل بتتكلم عن العلاقه الحميمه او مفيش مشاكل بين الزوج والزوجه او العلاقه متصله بين الاثنين. لكن لما تلاقي بقى ايه، تلاحظ ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرجل والمرأة بعد الانفصال او في حالة انفصال او في هجران او ما فيش علاقة حميمة او في امور الزواج عامة، يعني ما بيذكرش كلمة ايه؟ ما بيذكرش كلمة بعل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تلاقي ايه لما اتكلم عن امور الطلاق ما قالش كلمة بعل، ذكر كلمة زوج. ومن هنا يتضح الفرق بين كلمة بعل وكلمة زوج. ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو عندك أي عايز تعرف معناها في القرآن الكريم اذكرها لي في الكومنتات. السلام عليكم.